يا عم تريزيجيه ده ماتش ودي وانت لعيب كبير، حاول تهدى وتتقل عشان الامور سهله جدا وانت لعيب عالمي مش محتاج تثبت لنا نفسك. بس خليك زي ما كنت بتلعب مع المنتخب بتلخص، بتنجز زي ما كنت مع فرقك قبل ما تيجي الاهلي كنت بتنجز، وانت لعيب لا غبار عليك. فنركز ونركز وان شاء الله الاهلي مش محتاج يقف على لعيب، ودي اللي احنا هنفضل نقولها. سواء اسامه ابو علي، يا اسام انت جيت كنت مطفي او كنت شغال لمبه واحده، الاهلي جه نورك ولمعك، حطينا عليك حته بولش ولمعناك فطلعت بالمنظر ده واتدفع عليك الارقام دي. تاني الاهلي بينجم اي لاعب يلعب فيه، لكن اللاعب ما بينجمش الاهلي ولا نسر الاهلي ولا كيان النادي الاهلي، ودي احنا مش هنغير راينا فيها. بس احنا بنقول الاهلي النهارده عنده كم لعيبه في جميع المراكز تقدر تطلع منهم احسن جوده واحسن حاجه انت عايزها. وريبيرو انا مش قلقان منه، حاسه جاي واحده واحده. هو كان صدفته اللي جه معانا في كاس العالم للانديه دي بطخ اول حاجه، بس احنا بنقول اللعيبه تهاونت وهو قد يكون عمل اللي عليه ونصيبنا في الاول وفي الاخر. وبرضك شكلنا ما كانش بالنسبه لنا افضل حاجه، بس احنا بنقول